نوفق إن شاء الله لقراءة حديث الكساء. وأريد منكم هالليلة تأملوا، أريد منكم هذه الليلة أن أحضروا أطباق الحلوى والتمر والسكر واجعلوها أمامكم للبركة، ولا تسمعوا ولا تصغوا لمن يستهزئ بهذا، لأن أصحاب الكساء هم الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمة الله تعطينا كل شيء نأخذ منها، شفاء للأمراض، فتح أبواب الرزق، طلب الذرية الصالحة. حديث الكساء مجرب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل حل المشكلات عند أصحاب الكساء. فأحبتي لا تصغوا لمن يستهزئ حفنة من الناس المستهزئين، يستهزئون بحديث الكساء ويستهزئون بها. هذه عقيدتنا. أنا أكرر وأؤكد عليكم، أحضروا أطباق الحلوى والتمر والسكر واجعلوها أمامكم. إذا قرأنا حديث الكساء صدقوني هاي بنجربها بالعشرات والمئات، وما علي أنا بمن يستهزئ. المستهزئون معروفة أمورهم ومصيرهم معروف عند الله سبحانه وتعالى. نحن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نحن نريد الرحمة يا حبيبي. لا شك أن قراءتك هذا الماء إذا تقرأ عليه، ادخل بالجوجل في دراسة باليابان أخرجوها، وضعوا ماء في إناءين، إناء تكلموا فيه عن الله والدعاء، وإناء لم يتكلموا فيه، وتركوا الإناءين إلى الصباح. لما جاءوا في الصباح وجدوا الإناء الذي فيه ماء وتكلم عليه وتكلموا عليه بسم الله والدعاء والصلاة، وجدوا الماء منتعش. والماء الآخر اللي ما صار عليه كلام ودعاء وجدوه منكمش. وهاي دراسة موجودة، ادخل بالجوجل وشوفها. أنا ما أحتاج اليابان ودراستهم حبيبي، أنا أحتاج الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خلاص هذا نص موجود. ولا تستغرب أن حديث الكساء فيه شفاء للمرضى وفيه قضاء للحوائج. عمي عندك العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الله يقول 8 مليارات إنسان، هذا العسل فيه شفاء ل8 مليارات إنسان، نص بالقرآن. فلماذا تستغرب تستكثر؟ والذي يريد أن يستهزئ ويضحك لا دين له ولا ضمير ولا وجدان، ما علينا بهذه أمورنا يجب أن نتمسك بها أحبتي. فأحضروا أطباق الحلوى، أكررها حتى هذه عند القنوات المعادية يطلعون هالكلمة هذه، يقول اسمع الشيخ المهاجر يطالب بأطباق الحلوى. ما في شيء، أطباق الحلوى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن نريد الشفاء والصحة والعافية والذرية الصالحة، هذه كلها نحتاجها. والإسراع والتسريع بالتزويج الفتيات والشباب، وكل هذه الأمور نحصل عليها بشهر رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. من البصرة البغداد حمودي شكليته طنوا ربع، يقول شكليت كل شكليته تداوي عشيرة من الأمراض. يعني ليش تخلينا هذا هسه نجيب طارية احنا هنا بهكذا لقاء؟ أو ما يعجبني يعني حمودي شكليته هذا شنو؟ المهاجر في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله، ضال مضل مفسد فاسق يكذب ويدجل على الناس، يأتي بروايات ما أنزل الله. يجب أن تقاضوا قناة البغدادية، تقاضوها، ويجب أن يكون لكم موقف ضد هذا
جبان الزنديق الصحلوك الفاسق الفاجر الذي يصف كلام اهل البيت والقرآن بالنجاسة والنجاسات. هذا انسان مرتد يجب ان يقف عند حده. بارك الله فيكم. تقول وهو يقول جبرائيل إن الله أوحى إليكم يقول إنما يريد الله. حضر حاجتك حضر حاجتك. شوف هذا شوكليت، هذه أنا مجربها، هذه ليست أنا مجربها، كل العالم كل الأحرار بالدنيا يعلمون أن هناك مشاكل وهناك أمراض مستعصية يعجز عنها الطب والأطباء، لكن الله ما يعجز عنه رب العالمين. هذا شوكليت راح يوزع عليكم كلكم إن شاء الله، وحق رب العباد وهو أكرم الأكرمين ما فيكم أحد ما يأخذ حاجته من الله ببركة النبي وأهل بيته. وإذا الله ما يعطينا ببركة محمد وأهل بيته فالحياة ما إلها قيمة أحبائي، وإنما الحق كله في هذا البيت الطاهر. لذلك شوكليته واحدة، والله شوكليته واحدة تشافي عشيرة بكاملها. تسمع ولا ما تسمع؟ فهذا الشوكليت اللي موجود اللي هو طن وربع، يعني 1200 كيلو، فيكفي لكلكم جميعا، لأن في أكثر من 100,000 وأنتم عددكم أكثر من 100,000 ما شاء الله. هذا المجلس ممتد على مدى البصر في الظلام اللي ما أشوفهم، هالشباب واقفين ومكدسين هناك كأنهم نور ونحل ومجموعة من الإيمان. لذلك اللي عنده حاجة حبيبي يلتفت الآن، يلتفت يحضر حاجته، بعدين هذا يوصل لكم بطريقة فنية إن شاء الله. سماحة الشيخ حسين الله يبارك فيه واضع له طريقة كلكم تأخذون، رجال ونساء، ما يبقى أحد ما يأخذ من هذا. لكن صدقوا أكرر العبارة وأنا مسؤول عنها، والله العظيم الشوكليتة الوحدة تعالج قبيلة كاملة، لأن الله أرحم الراحمين. ما دامت الأمور من الله فلا استغراف في. صلوا على النبي بأعلى أصواتكم. الله سبحانه وتعالى يبين لك العسل، يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يخرج من بطون النحل فيه شفاء للناس، يعني هذا العسل يأكله إنسان مؤمن فيه شفاء له، يأكله إنسان كافر فيه شفاء له، لأن هذا علاج طبيعي. لكن هناك شفاء غيبي لا يتأثر به إلا المؤمن، إلا أصحاب الإيمان. وهنا يقول يخرج من بطونها، من بطون النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، العسل ألوان، يقول فيه شفاء للناس، للناس كل الناس. لكن بالنسبة للقرآن وقوانين الغيب يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. انتبه، يعني الكافر لا ينتفع بالقرآن، المؤمن ينتفع. لذلك شفاء القرآن عندما نقول حديث الكساء فيه شفاء لكل الناس، أصحاب النفاق يستهزئون بنا، المنافقون الدجالون يستهزئون. معقولة حديث الكساء يشافي قبيلة وعشيرة؟ على عقلك العفا. حديث الكساء فيه شفاء للعالم. أليس تحت الكساء رسول الله وهو رحمة للعالمين؟ ألم يقل الله إنا أرسلناك رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ الرحمة أليس فيها شفاء؟ الله يقول لك اللي تحت الكساء واحد منهم هو شفاء لكل العالم. فإذا واحد قال لك هذا حديث الكساء فيه شفاء لقبيلة وعشيرة تبقى تستهزئ فيه؟ يا ما عندك ذوق وما عندك فهم. لا تتصور أنك أخذت عنق المتكلم ودقيته في الأرض، أنه هذا الشيخ يقول هذا حديث الكساء والحلوى وكذا والتمر فيه شفاء لعشيرة، وتضحك على ذلك.
حديث الكساء إذا وقع على ذرة، مو على تمرة وحلوى، إلى على ذرة، الذرة تحمل شفاء للعالم كله. هذا شيء يفوق إدراك الصغار اللي ما يفهمون شيء، المنافقون العايشين على الدجل والنفاق والاستهزاء والسخرية بأهل البيت وبحديث الكساء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأهل البيت فاطمة الزهراء، علي أمير المؤمنين، الحسن والحسين، يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يعني هؤلاء الذين هم تحت الكساء رحمة وبركة لكل العالم، وليس للعشيرة والقبيلة كما تتصور وتستهزئ وتستسخر. اسمع هذا الشيخ يقول هذه قطعة الحلوى فيها شفاء للعشيرة، ويضحكون. تبا لهذه العقول التافهة، ما في عقل، هناك خواء، فراغ، جهل، ضلال موجودين، وما أكثرهم في هذه الأيام، لأنه ما يلتفت إلى عمق القضية.